كنت قاعد بدور على افلام حلوه اتفرج عليها، لفت انتباهي بوستر فيلم بوكر فيس، فيلم جديد تشويق اثاره من بطوله راسل كرو مع ليام هيمسورث وطاقم ممثلين الى حد ما تقيل، فقلت اكيد الفيلم ده فيه حاجه تستحق تتشاف. ولكن دخلت اشوف التقييمات اللي واخدها على مواقع النقد، لقيته حرفيا فيلم واقع بشكل مش طبيعي، عشان كده فتحته بتوقعات قليله جدا. احداث الفيلم بتدور عن جيك فولي، راجل ملياردير بيعزم صحابه القدام على حفله لعب قمار في بيته، ولكن بينما هم بيلعبوا بيقتحم البيت عصابه هدفهم سرقه اللوح الفنيه اللي موجوده جواه. فهل جيك واصحابه هيقدروا يتصدوا لمواجهه العصابه، وايه هي الاسرار اللي هتنكشف من خلال محاوله السرقه؟ دي هي القصه اللي المفروض الفيلم قرر يحكيها. لما تيجي تشوف التريلر هتلاقي ان هي دي الحبكه الاساسيه اللي الفيلم بيوعد بيها، ولكن لما تيجي تشوف الفيلم فعليا مش هتلاقي غير احداث عشوائيه تماما. القصه ملهاش اي معنى، بل ممكن نقول مفيش قصه اصلا. النص الاول من الفيلم حرفيا عبث، مش فاكر ايه اللي حصل، مركزتش مع اللي حصل، مش مهتم باللي حصل، قاعد بتفرج عمال اقول ايه اللي جابني هنا. الفيلم واخد وقت طويل جدا عشان يخش في الحبكه الرئيسيه، ما دخلش فيها غير مع بدايه النص الثاني، وبرضه لما دخلنا في النص الثاني حصل نفس العبث اللي شفناه في النص الاول. بغض النظر عن الكاستنج السيء جدا، لك ان تتخيل ان ليام هيمسورث اللي عنده 32 سنه وراسل كرو اللي عنده 58 سنه عاملين دور اصدقاء طفوله. ولكن مش مهم، هنعديها ونخش في الاحداث على طول. اللي يهمنا الاحداث. واحد ملياردير جايب صحابه بيلعبوا قمار، بيقول لهم ان هيديهم ملايين، وبعدين بيقول لهم ان حط لهم سم في المشروبات اللي حطها لهم، ولكن بيخش عليهم عصابه عايزه تسرق اللوح الفنيه، ومراته وبنته بيدخلوا البيت بالصدفه، فالعصابه بتاخدهم رهاين، فالبطل بيواجههم واصحابه مستخبيين في البيت. عبث، حرفيا عبث. لحد دلوقتي مش فاهم هو الفيلم محطوط في انهي جونرا بالظبط، وايه القصه اللي عايز يحكيها، وايه الرساله اللي عايز يوصلها. هل هو فيلم بيناقش ادمان القمار، او مثلا زي فيلم 21 بيحكي الفيلم من منظور اشخاص بيلعبوا قمار بطريقه معينه؟ هل هو فيلم عن اصدقاء قدام بيتجمعوا مع بعض بعد فتره طويله وبيلعبوا قمار لمره اخيره، ولكن في اسرار بينهم بتنكشف؟ هل هو فيلم عن شخص بيتصدى لحراميه بيقتحموا بيته وبيحاول ينقذ مراته وبنته منهم؟ كل قصه من دول تعتبر تصنيف مختلف تماما عن التاني اصلا، ولكن المشكله ان الفيلم فعلا مدخل الحاجات دي كلها مع بعض وعامل خلطبيطه، فبالتالي اصبح عندنا مسخ مجنح مش فيلم. للامانه اللي عجبني في الفيلم انه متصور حلو، كواليتي نظيفه. الناس الوحيدين اللي اشتغلوا بضمير في الفيلم ده هم الناس المسؤولين عن الامور التقنيه، لكن غير عن كده في رايي الفيلم ده من اغبى الافلام اللي ممكن تشوفها في حياتك. فيلم يتضرب بالنار، المفروض انه فيلم اثاره وتشويق وحبس انفاس، ولكنه بعيد كل البعد عن الاثاره والتشويق وحبس الانفاس. ما انصحش بيه اطلاقا، فيلم للنسيان. ساعه ونص ضاعوا من عمري على ولا حاجه، وبجد مش مستوعب ازاي ده فيلم يطلع من واحد حاصل على جائزه اوسكار افضل ممثل زي راسل كرو. فيلم بوكر فيس تقييمي ليه 2 من 10. وبس كده، دي كل حاجه عندي الفيديو ده. متنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.